وثلاثة أمور يهددن القوة، فما هم؟ أولهن فقد الأحبة، وما من أحد إلا وقد وقع في هذه التجربة أو سيقع فيها، فالفقد واقع لا محالة، إذ الموت قدر كل الخلق، فكل من خلق سيموت، لا ينجو من ذلك نبي ولا رسول ولا ولي ولا مؤمن ولا كافر ولا غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والثانية هي الفقر في الغربة، وهذا يهد قوى المرء ويحيله ضعيفا مستضعفا وحائرا يهيم على وجهه، يصارع قدره وحده ويعاني فقره وحده. وهناك الكثير من الأشخاص الذين هدهم الفقر في الغربة فاضطرهم إلى السؤال من الناس، وبعضهم جعلهم الفقر مهمشين في بلاد لا تحترم إلا الأقوياء الأثرياء فاستسلموا لفقرهم، وبعضهم أوقعهم الفقر في طريق الشيطان. والثالثة هي دوام الشدة، أي دوام البلاء وتواصل